يسعد صباحكن. اليوم وصفتنا هي الرز بحليب. للرز بحليب بحتاج 3.5 لتر حليب، 4 أكواب سكر، 10 ملاعق كبار نشاء الذرة، وربع كوب صغير من ماء الزهر، و3/4 كوب من الرز المنقوع والمسلوق. وهلأ مثل ما كن شايفين بلشت بالتحضير. بضيف الحليب بالطنجرة، بعديها السكر، وعلى السكر على حسب الرغبة. بتحبوه كتير حلو، بتحبوه أخف شوي. أنا ضفت 4 أكواب، حسيته كتير طلع تمام. بحركهم كتير مظبوط ليدوب السكر هي قبل ما أرفعهم على النار، وبعديها برفعهم على النار على نار عالية، وبستمر بالتحريك لحتى ما يلزق معي الحليب بقاع الطنجرة. ومثل ما لكم شايفين بلش عندي الحليب بأول الغليان. هلأ بنزل عليهم الرز المسلوق، ومو مشكلة إذا تكتل معي ببدايته، عادي مع التحريك بيمشي الحال ولا كأنه في شي. وهون مثل ما لكم شايفين بستمر بالتحريك لحتى الرز يزبط معي ويبطل متكتل. وآخر شي بس يغلي الحليب، يعني يغلي مظبوط، بنزل النشا طبعا أنا حليته بشوية مي ونزلته شوي شوي، وبستمر بالتحريك. مثل ما لكم شايفين نزلت النشا شوي شوي، واستمريت بالتحريك لحتى ما يلزق معي الحليب بقاع الطنجرة. ومجرد ما يتقل معي الخليط ويغلي منيح، بدي نكهة النشا تروح من الرز بحليب، بدي إياه يغلي كتير منيح، يتعقد كتير منيح. بعدين بضيف الماء الزهر، والماء الزهر طبعا على حسب الرغبة، وانتو شو المطيبات يلي بتحبوا تضيفوها ضيفوها، بس أنا بكتفي بماء الزهر. والرز بحليب هلأ صار جاهز وصار وقت السكب. هلأ بسكبون وبقدم لكم ياهن. وهيك بعد ما انتهيت من مرحلة السكب، بتمنى منكم تدعموني بلايك واشتراك، ولا تنسوني من تعليقاتكم الحلوة. شكرا كتير إلكم.